ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض الكوسه بالبشاميل بطريقه سهله وبسيطه وكلنا هنحبها. يلا بينا نشوف هنعمل ايه مع بعض. اول حاجه هنجيب الكوسه بتاعتنا وهنقطعها التقطيعه اللي انتوا شايفينها دي، بصلايه صغيره معاها فصين توم، وهنبدا نشوح الكوسه مع فصين التوم والبصل، بتديها طعم حلو جدا جدا وبتغير من طعمها. هنحط معلقه من السمنه او الزبده، ننزل عليها بالبصله والتومه. اول ما نشم ريحه البصل مع التوم بننزل على طول بالكوسه بتاعتنا. هنقلبها تقلبتين كده مع البصل والثوم، بتخليها طعمها حلو جدا. البصل والثوم كده مع التوابل بتخلي الكوسه طعمها حلو، مش طعمها سوتيه او طعمها مسلوق، بتخليها ليها طعم حلو جدا. لو حد ما بيحبش الكوسه انصحه بالطريقه دي، هتعجبه جدا وهتخليه يحب الكوسه. هنحط رشه فلفل، رشه 7 بهارات، حبهان مطحون، وهنحط ملح. هنقلبها كده تقلبتين وهنغطيها وهنسيبها على نار هاديه عشان تستوي، بس يعني حاجة بسيطة، يعني عايزينها مش تستوي قوي، هي تكمل سوا في الفرن بس تستوي حاجة بسيطة. نغطيها ونحطها على نار هادية وهنبدأ نعمل البشاميل. معلقتين من الزبدة عليهم معلقتين من الدقيق، هنقلب كويس الدقيق مع الزبدة لحد ما يدوب زي ما انتم شايفين، وهننزل عليهم باللبن، كوبايتين من اللبن، كل معلقة دقيق بتاخد كوباية من اللبن. هننزل باللبن وما بنسيبش المضرب من ايدينا عشان البشاميل بتاعنا ما يعملش كتل. هنقلب كويس جدا. انا ما بحطش على البشاميل اي توابل، بنحط بس رشة 7 بهارات بس وملح ومكعب مرق. هنقلبهم كويس جدا مع بعض لحد ما قوام البشاميل بتاعنا بيتقل وبيكون جاهز. رشة 7 بهارات اهي زي ما قلت لكم، بس ما بحطش حاجة تاني عشان نحتفظ بلون البشاميل الحلو، والقوام بتاعه بيبقى حلو وطعمه كريمي. انا بعد كده اخدت الكوسة قلبتها تقلبتين كده على نار عالية عشان بس المية بتاعتها تنشف، وهنبدأ نعمل بقى الطاجن بتاعنا. هنجيب طاجن، انا هنا استخدمت طاجن بايركس، كل واحد طبعا براحته على حسب ما هو يحب. انا هنا بحط طبقة من البشاميل من تحت عشان الكوسة بتاعتي ما تتلسعش وهي في الفرن. بنزل بالكوسة وبنزل باللحمة المفرومة المتعصجة، وبعدين بنحط البشاميل. اللحمة المفرومة تعصجها ما فيهوش اي حاجة، احنا عملناه مع بعض قبل كده. بصلاية صغيرة بنحط عليها، بنقلبها تقلبتين في زبدة. اول ما لونها بيغير بننزل باللحمة المفرومة، بنحط ملح وفلفل و7 بهارات ورشة قرفة، وبكده بتكون جاهزة معانا. حطينا كده البشاميل زي ما انتم شايفين. في الوقت ده انا كنت سخنت الفرن على درجة حرارة 180. هنحط الكوسة في رف اوسط، ما بتاخدش وقت خالص. اول ما بنحس ان هي استوت بنشغل عليها الشواية. انا هنا بحط رشة من البقسماط الناعم على الوش عشان تاخد لون كريسبي زي ما هتشوفوها معايا كده. ده كان شكلها النهائي. لو عجبكم الفيديو لايك على الفيسبوك، سبسكرايب على اليوتيوب، واسيب لكم اللينك في اول كومنت.